السلام عليكم. تعالوا نعمل شوية قرص طرية ولا أجدع فرن في زمانه. شوفوا القرص حجمها عامل ازاي، والقرصة من جوه بيضة فل شمعة منورة ما شاء الله، وطرية جدا جدا ومستوية واخدة لون حلو جدا. ألف هنا وشفا ليكم. افطري بيها الصبح، تعشي بيها بالليل زي العسل. شوفوا شكلها وشوفوا طراوتها، واتعجنت صح ومن غير وجع قلب مني، ما خدتش مني مجهود اطلاقا. ليه بقى؟ تعالوا اقول لكم. استعملت النهارده عجان رافال. عجان رافال يا جماعه الاكثر مبيعا في مصر، رقم 1 بقاله 4 سنين بسم الله ما شاء الله، ودي بقى بدايه السنه الخامسه، خمسه وخميسه في وش العدو، والحمد لله ثابت على وضعه، ثابت على كفاءته، وكمان ثابت منتهى الجوده اللي في الدنيا. ومعاه الدورق بتاعه 7 لتر ستانلس ستيل الاصلي ضد الصدأ. وكمان المفاجاه بقى ان كمان رافال عملت لنا على العجان كبه هديه 2 لتر ب3 ملحقات ليها تعمل لك كل حاجه في المطبخ. تخيلوا العيله الجميله دي من رافال، وكمان سعرها على قد ايدينا. عملنا بقى القرص الطريه ازاي؟ ادي كيلو دقيق، وحطيت عليه باكو خميره فوريه اللي هو حوالي معلقه كبيره، وكمان باكو فانيليا، ونص كوبايه سمنه سايحه على معلقتين زيت، وكمان حطيت معلقتين زبادي يخلوا القرص الطريه كده تطلع طريه قوي زياده عن اللزوم. وما شاء الله كوبايتين لبن عشان تطلع غنيه جدا. واستعملت كمان الخطاف، وبعد كده شغلت على سرعه هاديه لغايه ما كل المقادير اختلطت، وبعدين سرعه متوسطه، وبعدين سرعه عاليه. اصل نسيت اقول لكم عجان رافال 7 سرعات يا جماعه. اختاري السرعه اللي انت عايزاها، السرعه اللي تناسب الوصفه اشتغلي بيها، سرعه 2 3 زي ما يعجبك. وعجنت لي العجينه بتاعتي في دقايق، ما خدتش مني دقايق. ليه؟ الموتور العجان قوي 1500 واط. وما تنسوش كمان يا جماعة ان ما شاء الله رافال صناعة مصرية 100%، يعني اسعار في متناول اي ايد. يعني كمان ايه لما اقولك صناعة مصرية؟ يعني قطع غيار متوفرة ورخيصة، يعني كمان خدمة ما بعد البيع. وده اللي يهمني في اي جهاز اجيبه في بيتي، ما يجيش الجهاز يعطل اقعد جنبه، لا جهاز يعطل الاقي ضمان 2 سنين، الاقي قطع غيار متوفرة ورخيصة كمان في متناول ايديا، والاقي خدمة ما بعد البيع، حد يرد عليا وياخد مني الجهاز ويصلحولي. كل ده متوفر في رافال يا جماعة. وما تنسوش عروض الجمعة البيضة من رافال، عملوها لكم بدري شوية عشان تلحقوها. يلا بينا نشوف القرص وهي طالعة من الفرن. سويناها على درجة حرارة 200، حاجة كده عسل 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 ما شاء الله يا جماعة. الحمد لله رافال اتأسست على ايدي، وانا اكتر واحدة بصراحة اشهد لها بالمصداقية والجودة والاستمرارية. عجان رافال النهاردة وكمان معاه الكبة 2 لتر بالملحقات بتاعتها، مش هتخليكي تحتاجي اي حاجة في المطبخ. وما تنسيش ان دايما دايما الصناعة المصرية بالجودة العالية هي دي اللي بتوفر لك الضمان، وبتوفر لك قطع الغيار في اي وقت انت عايزاه. الكبة بقى يا ستي فرم لحمة وفرم خضار، وكمان بتعمل لك كيكة، وبتضرب لك كمان البيض زي ما انت عايزة. الكبة بتعمل لك مليون حاجة. وما تنسيش انها بتقشر الثوم وبتفرم البصل، ودي اهم حاجة. اما عجان رافال بقى ادخلوا على الصفحة اتفرجوا على المميزات.